السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد في سلسله سي بلس بلس ان ديبث. وفي الفيديو ده هنتعرف على الفانكشنز. الفانكشنز عباره عن ايه؟ الفانكشنز ما هي الا بلوكه من الكود. تمام؟ البلوكه دي انا بديها اسم وبخليها ريوزابل، بخليها ان انا اقدر استخدمها اكتر من مره في اكتر من مكان بدل ما اجي اكرر نفسي كتير. يعني ايه؟ يعني فلنفترض ان انا قاعد بكتب كود، لقيت ان انا عندي حاجه معينه في الكود، مثلا حسبه معينه بحسبها او حاجه معينه بحسبها، بعملها كذا مره، بعملها كتير. تمام؟ فالحاجه دي بدل ما اجي انسخ الكود بتاع كل مره انسخه، تمام؟ لا، ممكن بكل بساطه اعملها في فانكشن، والفانكشن دي اناديها في كل مكان من دول. فمثلا عندنا الايه الانت مين، زي ما انتم شايفين دي عباره عن فانكشن. فاكرين في الاول قلنا دي الفانكشن دي بيبدا من عندها البرنامج كله، قلنا ما نركزش فيها دلوقتي، ادينا جايين نركز فيها اهو. الانت مين دي عباره عن فانكشن، فتعالى كده نبص فيها ونشوف الفانكشن بتتكون من ايه. الفانكشن بتتكون من 4 حاجات اساسيين، اللي هو الريتيرن تايب اللي هو ده في الحاله دي انت، تمام، وهنعرف يعني ايه. الاسم اللي هو مين، هنا ليست بارامترز، هنا في الحاله دي لسته فاضيه، تمام. والبادي ده يعني شويه الكود اللي بيرن لما اجي استعمل المين دي، تمام. فاحنا عشان نفهم الكلام ده اكتر، تعالى نعمل الفانكشنز بتاعتنا. احنا هنيجي هنا فوق المين نبدا نكتب 2 فانكشنز بتوعنا احنا، تمام. اول فانكشن هتبقى فانكشن بتسي هلو وورلد، بتعمل يعني بتبرنت هلو وورلد في الكونسول، تمام. تاني فانكشن هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن، ننزل تحت كده، هتبقى عباره عن فانكشن بتعمل ايه؟ بتعمل sum all elements from 1 to n. هتبقى عباره عن فانكشن بتجمع لي كل الاليمنتس من 1 لحد n، تمام. ان ده هيكون رقم بيدخله المستخدم، تمام. اول حاجه عايزين نحطها في الفانكشن هي الريتيرن تايب. يعني ايه ريتيرن تايب؟ الريتيرن تايب ده يعني انا لما اجي استعمل الفانكشن دي، الفانكشن دي لما تخلص هيرجع لي قيمه منها ولا لا؟ او لو هيرجع لي قيمه، طيب هيرجع لي قيمه ايه؟ او القيمه دي نوعها ايه؟ تمام. فمثلا في حاله سي هالو، انا عايزها مجرد انها تعمل لي سي اوت هالو وورلد، فهي دي مش هتديني اي قيمه اخدها انا في ايدي. ففي الحاله دي انا بقول له انا مش هيرجع لي منها اي حاجه، صح؟ يعني القيمه مش هيرجع لي من الفانكشن دي اي قيمه امسكها في ايدي، صح؟ فانا ممكن اقول له ان الريتيرن تايب بتاعها فويد يعني ما بترجعش اي حاجه، ما بتدينيش في ايدي اي حاجه. لكن مثلا انا هنا لما اجي اجمع الارقام، ايه اللي هيحصل؟ انا لما اجي اجمع الارقام انا اكيد مستني لما الفانكشن تخلص تديني ناتج الجمع ده، صح؟ تديوني. فناتج الجمع ده هيبقى نوعه انت، فنقول له هترجع لي حاجه نوعها انت، تمام اهو كده. طيب دي اول حاجه ريتيرن تايب، تمام. طبعا الريتيرن تايب عندنا ادي فويد يعني ما بترجعش حاجه، عندنا انت يعني بترجع رقم، في عندنا كل الانواع بقى، في عندنا انت وعندنا بوليان ودبل وفلوت وتشار وسترينج، وعندنا كل الانواع، تمام. اي نوع تايب عادي ممكن احطه كتايب لفاريبل، ممكن احطه كمان ريتيرن تايب لفانكشن، تمام. بالاضافه طبعا لايه؟ لفويد. طيب بعد كده عندنا النيم دي مثلا اول واحده هنسميها ايه؟ سي هلو، تمام. طبعا اساميهم بتخضع لاسامي الفاريبلز العاديه جدا، ما ينفعش تبدا برقم، ما ينفعش يبقى فيها مسافات، الحاجات اللي ما ينفع اللي ينفع تحط فيها بس هي الحروف والارقام والدولار ساين والاندرسكور، وكل ما ينطبق على اسم الفاريبل بينطبق على ايه؟ على اسم الفانكشن. فاحنا دي هنسميها مثلا ايه؟ هنسميها كالك اندرسكور سم، تمام. بعد كده كتبنا الايه؟ الريتيرن تايب والنيم. ممكن دلوقتي نكتب ليست اوف بارامترز. ليست اوف بارامترز دي يعني الحاجات اللي انا هديها للفانكشن بقى، تمام. هي الفانكشن دي زي ما قلنا هي بلوكة كود، بس البلوكة دي مش لازم كل مره تعمل نفس الحاجه بالظبط، ممكن عايزه تعمل نفس العمليه بس على اختلاف الداتا اللي داخله لها. مثلا ممكن مثلا انا عايز مثلا فانكشن بتسي هلو فلان، فانا لازم اديها اسم فلان ده عشان تقول له هلو فلان. ممكن مثلا زي اللي انا عاملها تحت دي، انا عايزها تكالكوليت الصم من 1 لحد رقم انا بدخله، فانا ازاي ادخل لها الرقم ده اللي هو ان ده؟ ممكن ادخله لها باكتر من طريقه. ممكن مثلا احط جواها هي سي ان، بس انا كده انا بفرض على نفسي ان انا كل ما استخدم الفانكشن دي الرقم اللي داخل ده هيبقى اليوزر هو اللي يدخله من الكونسول. ما انا ممكن الرقم ده انا عايز انا احسبه وادخله لها كفاريبل في وسط الكود يعني، فانا كده ممكن اديه لها كبارامتر. فاديه لها كبارامتر ازاي؟ ان انا اجي هنا احط لها قوسين بارامترز واحط فيهم البارامترز اللي انا ايه؟ هستعملها، تمام. بالنسبه لسي هالو فانا مش هحط اي بارامترز، مش هديها اي حاجه من بره، هي كل مره بتعمل نفس السي هالو، تمام. فبالتالي مش هديها اي حاجه، هسيبها فاضيه، تمام. بس لازم احطهم حتى لو فاضيين لازم احطهم. طب بالنسبه للكالك سم، انا عرفت ان انا لازم اديها رقم اللي هو ان ده بيبقى رقم انتجر، صح؟ فاقول لها كده ان، تمام. اهو كده انا قلت لما اجي استخدم الفانكشن دي انا هديكي رقم انتجر اسمه ان، تمام. طب افرض انا عايز ادي اكتر من حاجه، ممكن اديها او اعمل فاصله واديها كمان حاجه، مثلا اديها مثلا دبل اكس، تمام، او زد. ممكن مثلا اديها مثلا سترينج اس مثلا. ممكن اديها اكتر من حاجه عادي، ممكن اديها بارامتر واحد او اثنين او ثلاثه او 10 او غيره، تمام. الفكره بس ان كل واحد ما بينهم يبقى كل واحد له ريتيرن تايب بتاعه، او سوري الداتا تايب بتاعه، ومفصولين بايه؟ بكما او فاصله، تمام. تمام. احنا هنا مش محتاجين اكتر من واحد، فهنسيبه ايه؟ واحد بس. طيب بعد كده نديها بقى البادي شكله عامل ازاي؟ البادي شكله عامل كده، قوسين زي بتوع الاف ستيتمنت او بتوع الفور او بتوع السويتش او بتوع الوايل او بتوع غيره، تمام. هم القوسين دول بجيبهم وبكتب فيهم اللي انا عايزه كله، تمام. يعني مثلا انا في الفانكشن اللي فوق دي انا محتاج اخليها تقول لي سي اوت هلو وورلد، صح؟ فتعالى نعمل كده سي اوت اهو،
نقول لها هنا ايه؟ هلو مسافه وورلد كده اهو. تمام، طبعا سيمي كولن. بس كده الفانكشن دي خلصت. تمام. طيب بالنسبه للفانكشن اللي تحت، تمام، بالنسبه للفانكشن اللي تحت هي هتعمل بقى شويه شغل كده، هتعمل فور لوب كبيره كده وتطلع لي ايه؟ قيمه اسمها sum. فانا هقول لها عندي انت sum. تمام، هيبدا بالزيرو عشان انا هجمع عليه. بعدين اقول لها فور لوب. الفور لوب دي هتعمل ان اي ايكوال الواحد. تمام، تبدا بالواحد صح وهتوصل لحد كام؟ لحد ان. فاقول لها كده اي اصغر من او يساوي الان. هتقول لي طب الان ده قيمته كام او جبته منين؟ هقول لك الان ده هو ده البارامتر بتاعي. تمام، قيمته كام بقى دي لما اجي ابدا اشتغل انا هدي له قيمه لما ابدا اشتغل. تمام اهو. اقول لها كده اي بلس بلس. طب هنعمل ايه بقى جوه الفور لوب دي؟ هنقول لها كده انا عايز اقول كل مره سم بلس ايكوال الاي، يعني كل مره زود لي على قيمه السم ده الاي اللي انا واقف عليها. فاول مره هيزود 1 2 3 4 هكذا. تمام. طيب خلصنا الفانكشن. لازم بقى ايه؟ نعمل حاجه اخيره اللي هي الفانكشن دي مش دي فويد، فهي مش بتريتيرن اي حاجه صح؟ فانا مش محتاج احط فيها كلمه ريتيرن. تمام، لان الفانكشن الفويد ما بتريتيرنش اي حاجه. ممكن احط فيها كلمه ريتيرن كده فاضيه. تمام، عشان اقول له ان الفانكشن بتخلص هنا. تمام، عادي جدا. ممكن مثلا عندي حاله معينه مثلا عايز الفانكشن تخلص فيها بدري شويه، فعادي برضه. تمام كده، لكن مش ضروري ان انا احط فيها ريتيرن. انما دي فانكشن بتريتيرن انت، فانا لازم اقول له فين الانت اللي هي بتعمل له ريتيرن ده. يعني انا هنا قلت له ان دي هترجع لي رقم، فانا لازم اوريه الرقم اللي هي بترجعه. تمام، فانا لازم اجي هنا اجي اقول له ريتيرن ايه، واقول له بقى الرقم اللي انا هرجعه. ممكن اقول له مثلا انها بتريتيرن 10، يعني كل مره هستعملها هتريتيرن 10، هتديني قيمه 10 في ايدي. تمام، استعملها بقى زي ما انا عايز. تمام، انا هنا مش عايزها تريتيرن 10، انا عايزها تريتيرن قيمه الصم. طب الصم ده انا بحسبه فين؟ بحسبه في الفاريبل اللي اسمه صم ده، فانا هاجي اقول له هنا بتريتيرن صم. تمام اهو. فانا كده بقول له بعد ما تخلص حسبتك كلها شايف صم ده تعمل له ايه؟ ريتيرن هنا، ترجعه هنا. تمام. تمام، فاضل بقى يعني ايه بعد ما خلصنا الفانكشنز دي كلها عايزين بقى نستخدمها جوه الايه؟ المين، عشان نعرف شكلها عامل ازاي لما اجي استخدمها. تمام، يلا بينا كده. انا في الاول هنا عندي ايه؟ عندي فانكشن اسمها سي هالو. سي هالو دي استخدمها ازاي؟ او انا عشان استخدم الفانكشن عموما بستخدمها ازاي؟ بناديها باسمها وبحط بعدها اقواس البارامترز. فهقول له سي هالو اهو، واعمل ايه؟ واحط اقواس البارامترز. ادي اقواس البارامترز سيمي كولن. تمام، هسال نفس السؤال، هل الفانكشن دي بتاخد اي بارامترز؟ هقول له لا ما بتاخدش اي حاجه، اهي احنا كاتبينها فوق ما بتاخدش اي حاجه، فمش هنديها اي حاجه خالص. طيب هل الفانكشن دي بترجع لي قيمه؟ يعني ايه بترجع لي قيمه؟ يعني هل بتديني قيمه بوليان هستعملها؟ هل بتديني قيمه انتجر؟ هل بتديني سترينج استعمله ولا حاجه؟ لا، هي بتشتغل كده بذات نفسها، فمش هحط لها ايه؟ فمش هحتاج احط لها اي فاريبل قبلها مثلا ياخد القيمه اللي ايه اللي بترجعها. طيب ادي كده. طيب بالنسبه للفانكشن اللي اسمها كالك سم، كالك سم هنستخدمها نفس الفكره. كالك اهو، كالك سم ونديها قوس البارامترز وسيمي كولون. اول حاجه هسالها لنفسي هل بتاخد مني بارامترز؟ هيقول لي اه دي بتاخد منك الرقم. الرقم ده بقى لازم انا اللي اديهولها، فتعالى نديها مثلا 10 عشان عايزها تجمع الارقام من 1 لحد 10. طيب هل دي بترجع لي قيمه؟ هتقول لي اه بترجع لك قيمه، القيمه دي لازم اخدها في فاريبل، لازم القطها كده في فاريبل. فتعالى نعمل لها فاريبل انت مثلا نسميه اكس مثلا بيساوي ايه؟ كالك سم. فدلوقتي بقى انا اقدر استعمل اكس ده براحتي. ممكن مثلا اجي هنا اقول له سي اوت الاكس عادي جدا. تمام، ممكن مثلا تعالى بس نحط قبليه كمان اند لاين. ممكن مثلا اخد الاكس ده مثلا ازود عليه 10 ازود عليه 20 استعمله زي ما انا عايز. تمام، ممكن مثلا اعمل حاجه كمان بدل ما انا بقول له كالك سم 10 ممكن مثلا اعمل مثلا انت a بيساوي مثلا 20. تمام، واقول له مثلا كالك سم على 20 دي او على الاي دي. تمام، فهو هيشوف لك اه ايه قيمتها 20 فيكالك سم على 20. تمام، تعالى كده نشوف، تعالى كده نرن. لو جينا عملنا رن هتلاحظ ان هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي هالو وورلد. تمام، هالو وورلد دي جابها منين؟ طبعها فين؟ اللي هي دي الفانكشن دي لما عملنا لها كول، لما ناديناها في المين ايه اللي حصل؟ يعني هو الكود كان ماشي كده، كان ماشي واحده واحده سطر سطر سطر، لان في هنا فانكشن راح عامل ايه؟ راح واقف. تمام، راح جوه الفانكشن دي، نط جوه الفانكشن دي. تمام، شغلها زي ما هي سطر سطر، لقاها بتعمل سي اوت هالو وورلد، راح عامل سي اوت هالو وورلد. تمام، عملهم وبعد كده عامل ايه؟ خلص الفانكشن صح، راح راجع هنا ومكمل الكود عادي جدا طبيعي جدا. تمام، لان احنا عندنا ايه؟ عندنا انت ايه ب 20، عندنا انت اكس بتساوي ايه؟ ده فانكشن، يروح طالع للفانكشن. تمام، طالع للفانكشن لان اسمها كالك سم بتاخد منه رقم. هل انا مديها رقم؟ اه انا مديها ايه، الايه ده قيمته كام؟ 20. فبالتالي اي ان في الفانكشن تحت هنا قيمتها هتساوي 20. تمام، عشان اديتها رقم 20 صح؟ صح. فهيبدا بقى يحسب الصم بتاع من 1 لحد 20 اللي هو يطلع 210. تمام، يخلص يروح يعمل لي ايه؟ ريتيرن الصم. يعني ايه ريتيرن الصم ده؟ يعني مش انت بتقول الاكس بتساوي الفانكشن دي، الفانكشن دي نتيجتها هي بتبقى ريتيرن ده. فالصم هنا طالع ب 210، فدلوقتي كل ده كانك شلته وحطيت مكانه 210. تمام اهو.
فبالتالي الاكس دي بقت كام؟ 210. فبالتالي قلت له اعمل لي سي اوت الاكس، فراح طابع لي كام؟ نرجع كده للكونسول، طبع لي 210. تمام. ودي كانت مقدمتنا الصغيره الجميله اللذيذه عن الايه؟ الفانكشنز. خدنا فيها شويه حاجات ازاي اكتب الفانكشن عباره عن ايه، مكونه من ايه. تمام. ولسه باذن الله قدام هناخد شويه حاجات اكتر واكتر عن الفانكشن. فاتمنى تكونوا استفدتوا وعجبكم الفيديو. لو استفدتوا وعجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه اللي عجبكم تحت. ويا ريت يا ريت يا ريت لو تعرفوا حد بيتعلم سي بلس بلس تشاركوا مع الفيديو. ونشوفكم في الفيديوهات الجايه، ومع السلامه.